تعرف إن المزمور ال150 بيذكر 10 آلات موسيقية للتسبيح، وتحس كده إن الكنيسة عايزة توصل لك رسالة من عدد الآلات الموسيقية دي، إن عايزة تقول لك إن كل المواهب والفنون لازم تمجد ربنا ولازم تسبح ربنا. كمان المزمور ال150 هو المزمور الوحيد في الكتاب المقدس اللي بيبدأ بقليلويا وبينتهي بقليلويا. ولو عايز تعرف كلمة قليلويا ليه احنا مهتمين بيها كده، ممكن ترجع لحلقة الصوم الكبير، شرحنا فيها قللوا يا في الكنيسة بترمز لإيه. نرجع تاني للمزمور 150 واللي بيختم بالصلاة في كل صلوات الكنيسة تقريبا، وده لأنه كنيسة عايزة تختم صلاتها بكل نسمة فبتسبح اسم الرب، وعايزة تقول لك إن أنت بما إنك وصلت لنهاية القداس ووصلت لان انت بقيت مع الكنيسة المنتصرة، فلازم كل نسمة وكل حياتك تسبح فيها ربنا، لازم تكمل حياتك بالتسبيح. المزمور 150 في منه اشكال كتير، في منه الثانوي وفي منه الفرايحي وفي منه الشعانيني. والفرايحي لو ركزت في هزاته هتحس فيها بتطويلات كده، وكأن الكنيسة فرحانة ومبتهجة بتسبيحها للسيد المسيح. التطويلات دي كأنها بتقولك إنه الفرح السماوي ملوش نهاية والتسبيح ملوش نهاية من كتر الفرح اللي احنا وصلنا له. وطبعا ظهر المزمور 150 موجود في العهد القديم، ويقال انه كان بيختم بالصلوات في المعابد اليهودية، لكن أول مؤشر كان في القرن الرابع الميلادي إنه كان موجود في الكنيسة وكان بيختم بالصلوات، ولكن نقل شفهيا لغاية ما نوصل للدكتور راغب مفتاح اللي بدأ يسجله على النوتة الموسيقية في القرن العشرين وحفظه في مكتبة الكونجرس بأشكاله الكتيرة وبألحانه الكتيرة. المزمور الخمسين مش مجرد ختام للقداس، لكن هو بداية لتسبيح الإنسان الأبدي لربنا، وكل نسمة فلتسبح اسم الرب. لو عايز معلومات أكتر عن مزمور 150 اكتب لنا في التعليقات، اشترك في القناة وفعل الجرس. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.